ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم عبد الرحمن هشام، والنهارده هنعمل بلاي ليست جديده بنتكلم فيها عن الانديه وتاريخها وحبه حاجات كتير كده. اعتقد دي اكتر حاجه تبقى فيها مونتاج، لان انا مش هبقى عارف كل الحاجات، بس انا هسردها لكم بطريقه المفروض تبقى حلوه يعني، اتمنى. ف هيحصل فيها مونتاج كتير، انا بزهق من المونتاج. المهم، خلينا نبتدي باول فريق وهو ستوك سيتي. ما اعرفش ليه ابتديت بيه، بس يعني حبيت ان انا ابتدي بيه، بس يعني تمام يعني. خلينا نشوف. ستوك سيتي فوتبول كلوب. الاسم الحقيقي اسمه ستوك رامبلز. ما اعرفش ايه اللي جاب ستوك رامبلز لستوك سيتي فوتبول كلوب، بس تمام. النيك نيم بتاعهم اسمه ذا بوترز، وهم مملوكين لمجموعة حرام بتاعة مراهنات اسمها بيت 365. ما بعملهاش، اكيد ما بعملهاش اعلان يعني، بس هم اللي شاريينها يعني، عشان كده هبطوا. المهم، المنافس بتاعها يعني اللي هو العدو اللدود، فريق كده برضه في الدوري درجة 13 تقريبا، حاجة كده يعني. ما اعرفش هما ليه في عداوة اصلا ما بينهم يا عم؟ ما تساعدوا بعض وتصعدوا. اسمه بورت فالي. يا رب اكون بنطقه صح. المهم، وهم عاملين بارتنرشيب مع فريق اورلاندو في امريكا. ما اعرفش ايه الشراكه الغريبه دي، بس تمام يعني. ده من ضمن الانفورميشنز اللي كانت مكتوبه يعني. الاستاد بتاعهم اسمه على اسم الجروب، بيت 365 استاديوم، وسعته 30,000 وكسر. واكبر عدد حضور حصل للنادي كان قدام تشيلسي، وكان 29 960 تقريبا، حاجه كده يعني. والملعب ده اتفتح سنة 1997. اللوجو بتاعهم اللي موجود دلوقتي موجود من سنة 2001 لحد النهارده، لسه محتفظين بيه، مع ان في ترند جديد ان الأندية بتغير اللوجوز بتاعتها الفترة دي. فاحتمال يغيروا، بس هو كده كده تقريبا اتنسى من بعد كراوتش ومستر بطاطس اللي كان عندنا. تقريبا لسه نسوا النادي، او محدش عايز يغير له اللوجو. وللناس اللي ما تعرفش، فستوك سيتي لعب في رمضان صبحي، ارناتوفيتش، وشاكيري، وكراوتش، وحبة نجوم. اعتقد ان هم كانوا كويسين، وعلى اساس الخطة اللي كانوا عاملينها فهم كانوا في منتصف الدوري. فجأة باعوا كل الناس دي وتقريبا هبطوا، مش تقريبا، هم هبطوا فعلا. فتقريبا اللي كان ماسك الخطة ساعتها اعتزل، وهم قالوا له اكيد هنعرف نعمل اللي انت بتعمله كالعادة، وهبطوا. اعلى ريكورد لبيع لعيب هو ارناتوفيتش ب 22 مليون لويست هام، دوري انجليزي. سنة 1877 كسب 26 صفر، ودي اكبر نتيجة هو عملها. ده فريق اسمه مو كاب. مش عارف. المهم، خسر برضه قدام فريق اسمه بريستون 10-0 سنة 1899 تقريبا يعني. المهم يعني هو في الثمانينات كلها، ما تعرفش ايه 1877، هل كان في اصلا كورة ساعتها مدورة ولا كانت مربعة وبيشوطوها؟ مش فاهم. يمكن اكبر انجاز عملوه ان هم وصلوا للدوري الاوروبي ال 32 سنة 2012. اعتقد ده كانت العظمه بتاعت اول يعني، اكتر حاجه وصلوا لها في العالم بتاعهم ده وليهم مشجعين، والله ربنا يكون في عونهم يعني. بس كل ده بسبب القمار. اعتقد ده اللي يعني ممكن يتقال بالنسبه لستوك سيتي. كان معاكم القصه والحدوته والروايه بتاعت نادي في الدوري الانجليزي، ومعرفش هكمل السلسله دي ولا لا، بس دينا بنجرب. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.